الجو. وكان اختيار خاطئ إن أنا يعني أشور على زوجي وأقول له إيه يعني سيب لي العربية النهارده عشان أسوقها. أنا تحت الاختبار ولسه طبعًا باتعلم، فطبعًا خدت العربية منه بإلحاح بالزن، أنتم عارفين الزن حلو جدًا، وزي ما يكون الزن على الودان كده أمَرّ من السحر. وقعدت أزن عليه لحد ما ساب لي العربية، بس طبعًا ما سابش حقه في إنه قعد طبعًا كم التهزيق ما شاء الله اللي أنا خدته، وأنا عمّالة أهبد له في العربية يمين وشمال وأكسّر له فيها، طبعًا كان حقه وأنا عذرته، بس لازم أصمد لحد أمّا برضه مصممة إن أنا لازم هاتعلم العربية، هاتعلم القيادة، فما فيش مشكلة، ما فيش حاجة بالساهل. وبعد كده سِبت له العربية وطلع بقى بيها على البحر، عشان المناطق دي طبعًا ما أقدرش، المناطق دي مناطق سريعة ما أقدرش إن أنا أسوق فيها العربية، لإن أنا تحت الاختبار. وطلعنا كده زي ما أنتم شايفين، الجو مشمس وجميل، باصور لكم بُصّوا على الكورنيش طبعًا دي